اتكلمنا عن الترافيك وانواعه، اللي جاهز يشتري وده عدد بيزيد عن ال 4%، واللي مش جاهز يشتري وده 26%، وده محتاج بس جذب، واللي مش عارف مشكلته اصلا ودي فئة كبيرة جدا تحتوي على 70%. عاوزين نكمل في الجزء ده عشان مهم جدا جدا. دلوقتي احنا حددنا الترافيك وعرفنا اننا مش هنقدر نبيع من اول اعلان، فايه الخطوات بتاعتنا بقى عشان نقدر نشتغل على اكبر عدد من العملاء؟ اول حاجه لازم نفهمها ان مفيش عميل مش عارفني طبيعي انه يشتري مني من اول مره شاف اعلاني. لازم يتعرف عليا الاول. ينفع اروح لواحده اقول لها انا عاوز اتجوزك من اول مقابله؟ طبيعي لا. يعني الهدف من الاعلان انه يشوفني ويعرفني، ودي خطوه ممتازه جدا. تاني خطوه بقى ان لازم اقدر اتعرف عليه ويتعرف عليا، وده عن طريق ان اقدر اخد بيانات العميل سواء مباشر او اعمل لاند بيج وابعت له بعد كده فيديوز ومنتجات لي بشكل يبني ما بيننا ثقه وطريقه لجذبه لمنتجي، وعشان اقدر اعرفه احتياجه للمنتج بتاعي عن طريق افكار تسويقيه تناسبه، وبالتالي هقدر اجذب اكبر عدد من العملاء بسهوله ويكون ليا جمهور كبير جدا جدا. وعشان تقدر تستفيد وتطور البيزنس بتاعك ما تنساش اللايك والفولو.